السلام عليكم. النهارده هنعمل وصفة جديدة من وصفاتي. هنعمل سمك السلمون في الفرن مع الخضار بطريقة سهلة جدا وبسيطة. يا رب تعجبكم. نبدأ على بركة الله. عندي توم وفلفل وشوية من البقدونس ونص طماطماية وشوية من عصير الليمون، والتوابل هضيف ملح وكمون وكزبرة وفلفل اسود، وهفرم كله بالهاند بلندر لحد لما ينعم خالص. انا عندي سمك السلمون غسلته كويس وسبته يتصفى. هتبله بالتتبيلة الحلوة اللي احنا عملناها دي. هضيف شوية من التتبيلة على قطع السلمون واتبلها فيها واسيبها حوالي نص ساعة على ما اجهز الخضار. الخضار اللي عندك استخدميه. بقية التتبيلة هشوح بصل على النار واضيف عليها التتبيلة دي اللي هقلبها مع الخضار. برضه احط نفس التوابل، كمون وكزبرة وملح وفلفل اسود. الخضار اللي استخدمته جزر وقطع من البطاطس وقطع من البتنجان. هحطهم في الصينية واحط من فوقيهم قطع السلمون واغطيهم بألمونيا وادخلهم الفرن. ودي شكل الصينية بعد ما خرجت من الفرن. ريحتها حلوة جدا وطعمها حلو. قدمنا معاه رز ابيض. طبعا لكم مطلق الحرية تعملوا صيادية او تعملوا رز ابيض او رز بشعرية اللي يعجبكم. انا عملته مع رز ابيض. وده شكل الطبق بتاعنا. وصفة سهلة جدا وسريعة وما خدتش اي وقت خالص في عمايلها، وطعمها وريحتها في منتهى الجمال. اتمنى انه يعجبكم وينول لرضاكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، والى اللقاء في وصفات اخرى قادمة. سلام عليكم.